ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم معنا. ولا تنسوا أن تدعمونا بإعجاب. سأل فهد الجدة مزنة هل هو ميت بالنسبة لها، فقالت له: صدقني، أوهن إلي أن أراك تلاحق بنت البهيتاني، ونحن كنا معتقدين أنك أعقل من إخواتك، وما لقيت في هذه الدنيا إلا بنت البهيتاني. فقال لها فهد: هذا الحب من متى يأتينا على شروطنا وقيودنا التي تربينا عليها؟ وقال لها فهد: أنت عداوتك مع البهيتان وأنا لست عدوك. فقالت له: عندما نويت أن تتناسب معهم أصبحت عدوي. قال لها فهد: إحنا كبرنا على حرب ما كان لنا يد فيها، من الطبيعي ألا نراها مثل ما ترونها أنتم. وقالت له الجدة: هؤلاء هم من حرموني من زوجي، وهم من يتموا أبوك، وهم من تركونا لصوص وسرقونا، وهم من أكلوا حلالنا كله، وعندما آمنا لهم غدرونا. زوج سجن في ظلم ومات في سجنه ظلم، وكلنا كبرنا على هذا الظلم يا فهد. ماذا لم تفهم في هذه العداوة؟ والله إذا أعطونا مالهم كله لن يعوضونا عن لحظة قهر واحدة عشناها بسببهم. وقالت له الجدة: دم زوجي أمانة في رقبتك الآن، وأنت واحد منهم، شريك في الجريمة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.